قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. وقال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون أنه قال ناصحا لهم: قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فدار القرار، دار الأمن، دار السعادة هي في الآخرة عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل متاع الدنيا قليل أو كثير؟ قليل. يا من تغتر بالدنيا وترى أن الدنيا هي كل شيء. الدنيا هي كل شيء. ولهذا كثير من الناس مستعد أن يطحن البلاد العباد بسبب الدنيا، ولا يريد أحد أن يكون أرفع منه. حتى ذكروا عن صنفين: الصنف الأول الملوك، قالوا الملك لا يحب أحد أن يكون أرفع منه إلا ولده فقط. والعلماء والدعاة إلى الله وأيضا أئمة المساجد وكذا، هؤلاء أهل الدين لا يحب أحد أن يكون أرفع منه إلا إذا كان ولده ممكن عادي حتى لو كان أرفع منه، لكن غيره لا، يحاول أنه يكون تحته. إذن هي دنيا قليلة. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون.